الرحيم. معاكي احمد محمد صابر شاهين، حكم دولي تبع الاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس لجنه حكام المنوفيه. النهارده ما شاء الله عندنا عرس رياضي دوري رمضاني للناشئين وللناشئات، اعمار 8 سنين 9 10 11 12. ما شاء الله عندنا 179 فريق مشترك شغالين ما شاء الله. يعني خلصنا الكاتا وشغالين دلوقتي في الكوميتيه جميع المراحل السنيه. ده نشاط حلو جدا للمنطقه واحتكاك كويس جدا، وما شاء الله يعني المنوفيه من زمان رائده في رياضه الكاراتيه، والاتحاد المصري عامه توجيهات الرئيس السيسي ما شاء الله. دلوقتي عندنا ابطال عالم واحنا خدنا اوائل عالم اكتر من مره، وما شاء الله يعني رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه كابتن محمد محمود الدهراوي عندنا هنا من المنوفيه، وبيلقي توجيهاته لهنا من المنطقه ما شاء الله. واحنا في تقدم وازدهار في منطقه المنوفيه الكاراتيه، وان شاء الله الى الامام يعني بامر الله. شكرا. وان شاء الله يعني التنظيم النهارده بقياده طبعا تحت اشراف الاتحاد المصري للكاراتيه وبتنظيم منطقه المنوفيه للكاراتيه ولجنه المسابقات ولجنه الحكام، والامور ماشيه الحمد لله زي الفل، ولسه عندنا بكره كمان. وان شاء الله يعني ده الاسبوع الاول، وفي اسبوع تاني، لان زي ما قلت لحضرتك ان احنا دول 179 فريق متقسمين ما بين اعمار مختلفه، بنين وبنات. ولان ما شاء الله احنا عندنا مفيش فرق بين البنين والبنات، كلهم بيشتركوا وكلهم بيشتغلوا، وعندنا ابطال عالم في مصر بنين وبنات وانسات ورجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسلم كبير التربيه والتعليم وصاحب اكاديميه البرانيه الرياضيه تحت تاسيس الكاراتيه مع صاله حسام حسن. الحقيقه احنا بنشارك لاول مره في الدوري الرمضاني اللي بينظمه الاتحاد الكاراتيه المصري بطوله على مستوى الجمهوريه. احنا من مركز اشمون، معانا فرق من الوحده المحليه البرانيه والوحده المحليه لشطنوف. وحقيقي احنا كاول مره تجربه خدناها كان في سلبيات. السلبيات بتتمثل في ضغط الوقت، لان الماتشات كانت كتيره في توقيت واحد. يعني كان عندنا 4 فرق على اكتر من بساط في وقت واحد، فما كانش فيه فرصه المدرب ان هو يتابع اللاعبين بتوعه. والحقيقه برضه ان مجهود يشكر عليه الاتحاد المصري للكاراتيه، صاحب اكبر شعبيه والمليون لاعب، وبرئاسه الاستاذ محمد الدهراوي بيبذل جهد بصراحه. والبطوله الرمضانيه الاولى كدوري على مستوى الجمهوريه ان شاء الله نامل تكراره في الاعوام القادمه. وطبعا السنه دي كان مفتوح من سن 2007 ل 2009 كانت فئه، وفئه 2014 2015 وفئه 2011 2012، والفئه الاولانيه كانت سن 2010. فكان عندنا فئات بنين وبنات، كل فريق كان عباره عن 3 لاعبين ولاعب احتياطي. الفريق كان فيه فرق مشاركه كاتا ب4 لاعبين، وفريق كوميتيه ب8 لاعبين، وادى اللاعبين. وطبعا محافظه المنوفيه زي ما الناس كلها عارفه ترتيب متقدم في رياضه الكاراتيه على مستوى الجمهوريه، وبننافس. وعندنا من جنوب المنوفيه من اشمون الى اقصى شمال المنوفيه لحد البتنون والكون الاخضر واكاديميه عيسى الكاراتيه. حقيقي نشاط يحسب للرياضيين في مصر وخاصة محافظة المنوفية. وبنناشد رئيس الجمهورية وبنناشد المسؤولين والسيد وزير الشباب والرياضة ان هم يتراجعوا عن القانون او القرار الظالم في شأن الاتحادات الرياضية او الاكاديميات الرياضية الخاصة اللي هي بتحمي الشباب من المخدرات، وان هي بتقوم بدور وطني في تربية النشء اعظم من الدور اللي بتقوم به مراكز الشباب والمدارس. فلازم ما يشددوش عليهم في القانون، لان 30/6 هيوقف نهائيا كتير من الاكاديميات اللي بتحتضن اكتر من 1,000,000 لاعب في مصر. فنرجو ان يكونش فيه ظلم للناس دي، لان الناس دي بترعى تربويا واخلاقيا، بتبعد الشباب عن المخدرات وعن انشطه مش كويسه، وبتأهل شباب يكونوا قادرين على حمل السلاح ويكونوا ضباط. معانا صفوة شباب مصر وبناتها، بنعلم البنات تدافع عن نفسها، وبنعلم الأولاد إزاي يكونوا رجالة من صغرهم بأسلوب تربوي يا كابتن، في أدب، مفيش تدخين، في أخلاق. حقيقي رمضان كان معظم الأكاديميات عاملة بطولات ومسابقات حتى في حفظ القرآن الكريم، يعني رعاية تربوية كاملة متكاملة، ناس بتقوم بيها بمجهود خاص.
فلازم الناس دي مراكز الشباب تحتضنها، ولازم القانون يكون في صفهم ويسمح لهم بالاستمرار. أنا اسمي ليلى رشاد من مدينة السادات، جاي هنا عشان الدورة الرمضانية. أنا في سنة 6 ابتدائي، عندي 11 سنة. الدوري ده بيعملوه كل رمضان. احنا كان هنا بيشجعوني أهلي من هناك من مدينة السادات، ماما وبابا، والكابتن بيجيبنا هنا عشان كلنا نكون فريق مع بعض، نلعب مع بعض، واللي يفوز كلنا نفوز يعني، ونتشجع يعني ان احنا نلعب مع بعض. اسمي شرف أبو العزايم من مدينة السادات، سنة 5 ابتدائي، عندي 16 سنة. جاي هنا عشان نلعب دورة رمضانية. الكابتن بياخدنا كل رمضان عشان نلعب الدورة الرمضانية ديت، ونكون فريق مع بعض، وشجعني أهلي وأصحابي، ودايما بيشجعوني وأنا بحب الكورة. انا دلوقتي في الحزام الاخضر، بقالي 2 سنين هنا في الكاراتيه. اول حاجه ابتديتها كان الحزام الابيض، بعدها الاصفر، بعدها الحزام الباقيه بقى. الحزام البرتقالي الأول، بلعب كاراتيه بقالي 3 سنين. بدأت بالحزام الأبيض، بعدها الأصفر، بعدها أصفر 2، بعدها بطلت، بعدها رجعت ألعب تاني. مجلس إدارة منطقة منفرد كاراتيه النهارده يوم جميل قوي. كنا عاملين بطولة رمضانية للأعمار وللناشئين الكاراتيه والكوميتيه، بس عملناها فرقة جماعية. الفرق بتتكون من 5 لعيبة، على مستوى المحافظات كلها من جميع المراكز. النهارده مشترك جميع الفرق، الأشمون ومنوف والباجور وشبين وجميع الأندية الخاصة والأكاديميات الرياضية الخاصة. وإن شاء الله بكرة هيبقى التصفية والنهائيات وتكريم اللاعبين إن شاء الله. جروبات على الوصف وجروبات وصفحه للمنطقه وصفحه الاتحاد. طبعا كل حاجه بتبقى تحت اشراف رئيس الاتحاد المصري الكابتن محمد الدهراوي. طبعا في انجازات كتير لهم، وفي البطولات اللي قبل كده بطولات عالم وبطولات اوروبا وبطولات العرب. ولكن طبعا بيبقى احنا كتنسيق وخاضعين للاتحاد المصري للكاراتيه. بيجي لنا منشور طبعا من الاتحاد عن تنظيم البطولات، والمنطقه بتجهز للبطوله اللي هي حسب البطولات، في براعم، في كبار، في ناشئين، في شباب. فبنختارهم على الصفح وبنختارهم على الجروبات، وبتبقى الاشتراك عن طريق المنطقه وعن طريق المدربين. لازم يكون النادي او مركز الشباب او الاكاديميه جايبه كاش مختوم بالاطفال او الناس المشتركين واشتراكاتهم. وطبعا بيبقى كل حاجه عليها مراجعه، وكل حد بينزل في الصاله بيبقى مسؤول عن الاولاد بتوعه، كل المدربين بيبقوا موجودين. فبيبقى يوم جميل يعني ان هو الاولاد بتبقى كمشاركه، وبيتعلموا فيه ان هم يستعدوا برضه لبطولات الجمهوريه وبطولات المدارس وبطولات الجامعه بالنسبه للناس الكبار يعني. وزاره الشباب مدعمانا والاتحاد بيدعمنا برضه. والحمد لله لعبه الكاراتيه اصلا يعني الحمد لله اكبر عدد الاطفال المشتركين او الكبار او الشباب، وهي بتتمتع دلوقتي بسمعه طيبه جدا، واكبر اقبال عليها دلوقتي يعني تعتبر منافسه كمان لكره القدم. ما شاء الله كل نادي دلوقتي فيه كاراتيه، واي اكاديميه فيها كاراتيه، ومراكز الشباب كلها فيها كاراتيه. وفي وعي جميل قوي رياضي، والكاراتيه عملت انجازات كبير قوي في بطولات كتيره قوي يعني. والاتحاد الحمد لله طبعا بيدعم الحكام، بيدعم المدربين، وبيدعم الدورات، وهنا دورات الحكام والمدربين والتربيات. الحمد لله مصر متمتعه بمركز كبير قوي ومراكز كبيره قوي في المراكز الاولى على مستوى العالم في البطولات الدوليه الحمد لله. اقبال اولا لعبه الكاراتيه جميله جدا للبنات كمان. طبعا انها كلعبه كزي محترم، كلعبه بتدي ثقه للبنت بنفسها. البنت بتبتدي تتصنف بعد كده بالقلم الاسود، سواء مؤهل عالي او طالبه في الجامعه، بتتصنف انها تبقى حكمه او مدربه. فبتلاقي نفسها في الموضوع يعني حاجه مهمه وحاجه كويسه. في نفس الوقت يعني الرياضه بتديها كمان لياقه، بتديها ثقه بالنفس، بتديها دفاع عن النفس، بتخلي حاجات كتير بتكتسبها من رياضه الكاراتيه عن اي رياضه ثانيه يعني بالذات يعني. ونقدر دلوقتي والسيدات